الفيديو ده اتبعت لي كتير عشان انزله وكل واحد يستفاد. الفيديو ده فيه خلاصه بيعرفنا ليه البني ادم اصلا اتولد في الارض. تمام. خلاصه البني ادم، انت اتولدت ليه؟ مش هطول علينا، اسمعوا كده الفيديو. انا محمد مغربي. تمام، اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، انا دكتور امراض مخ والاعصاب وامراض نفسيه. الحقيقه انا جايب لكم النهارده كنز، مش جايب لكم معلومه يعني، وملهاش علاقه انك ممكن تكون عارف ربنا او انك انت اي حاجه في الدنيا غير انك انت شخص متعلم. ده علم، واللي هيتقال دلوقتي ده صدقه عن العلم عشان ربنا يبارك لنا فيه. ناس كتير بتيجي تقول لي يا دكتور انا مكتئب، انا متضايق، انا مش طايق نفسي، انا عايز اموت نفسي، انا حياتي واقفه، انا الدنيا مش كويسه، انا تبدا تاخد في مليون اتجاه، وتبدا توجه عن طريق طريق اي حاجه، طريق الكلام، عن طريق الدواء، عن طريق اي حاجه في الدنيا. ولكن انا النهارده جايب لكم الخلاصه للموضوع ده. احنا مخلوقين ليه اصلا؟ احنا مخلوقين ليه؟ ربنا عز وجل خالق فينا برنامج تدمير ذاتي لينا لو احنا ما سمعناش كلامه. دي معلومه انت بقى تعرفهاش يعني. انت مش هتسمع كلام ربنا، مش هتعبده، براحتك. انت براحتك، مخير براحتك عادي. انت مش هتصلي، براحتك عادي. انت مش هيبقى ليك دور في الارض انتاجي تبقى ليك لازمه، ومش هتعمر في الارض وتعمل دورك اللي مخلوق عشانه، عادي جدا. تمام، هتتدمر ببرنامج التدمير الذاتي اللي ربنا عز وجل خلقه جواك. هشرحه لك، بس قبل ما اشرحه لك هقول لك دليل عليه. تمام. ربنا عز وجل خلق الانسان في اكمل واحسن صوره ممكنه. تمام. وربنا عز وجل قال ده في القران الكريم، قال ولقد خلقنا الانسان في احسن تصوير. ده كلام ربنا عز وجل. ليه الانسان اتخلق اصلا؟ اتخلق عشان يعوض مكان الجن في الارض، الجن اللي كان موجود قبل كده. انت تقول لي طب ايه دليلك على كده؟ في سوره البقره لما ربنا عز وجل قال للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، الملائكه ردوا على ربنا قالوا له اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني يا رب هتخلي الانسان، هتجيب انسان يبوظ في الارض؟ طب الملائكه هتعرف ازاي؟ هل الملائكه كانت بتعرف الغيب اصلا؟ ما تعرفش. بس هي عارفه ان الجن اللي كان موجود قبل الانسان في الارض كان بيدمر في الارض، فخافوا لا يكون الانسان زي الجن ويخش يخرب في الارض. تمام. فطبعا ربنا عز وجل بين لهم ان هم على غلط، وهم يعني استغفروا لذنبهم وربنا غفر لهم. تمام. يعني الانسان جاي دوره تعمير الارض. تمام. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني سيبك من الكلام كله بتاع الانشا، نتكلم علميا شويه. الانسان ايه اللي بيخليه مزاجيا مظبوط؟ اول حاجه هرموناته. هرموناتك، لان الهرمونات للناس اللي خدت طب، واخواتي وحبايبي اللي لسه بيدرسوا في طب دلوقتي في الاندوكراينولوجي، خدوا ان الهرمونات دي حاجات بتتفرز في الدم عن طريق مباشره عن طريق قنوات بتغير البيئه الداخليه للجسم في لحظات قليله. تيجي تتنرفز يطلع هرمونات النرفزه، الادرينالين، وتهدى وتصب الاعضاء الكورتيزون ويهدي، صرب الشهوه الجنسيه، التستوستيرون والاستروجين، وبهدله. تلاقي التغيير. يعني عمرك شفت واحد مثلا يجي يتنرفز بياخد فتره يبقى انه قاعد ربع ساعه كده بيقول ايه في إيه؟ لا طبعا بيتنرفز في ساعتها، يعني دي حاجات بتغير البيئه الداخليه للجسم. طيب ايه تاني ممكن يحافظ على الانسان؟ مخه. عمرك جيت قربت من حمار جيت لقيته مكتئب وشايل هم الدنيا؟ عمرك قربت مثلا من اي حيوان، قرد مثلا، لقيت القرد ده مثلا قاعد بيسمع اغاني ومش طايق نفسه وبيشرب سيجاره؟ ليه؟ ما عندوش مخ. هو بيحس بس ما عندوش مخ. اذا فالمخ هو ده شيء مهم جدا جدا، لانه ده انت انسان. طب المخ بيعمل ايه؟ بتفكر كتير، بتبوظ توازن الكيمياء بتاعت مخك. الكيمياء دي ايه بقى؟ مواد كيميائيه بقى، بسيبك مش هنخش فيها. تمام. باظ التوازن، دخلت في دوامه. الدوامه دي تقعد تاخدك من اتجاه لاتجاه تاني، تفكر تعوم تطلع منها، يعني تروح جاي ميت فيها زياده، تروح جاي تغوص فيها زياده. تمام. طب برضه انت عايز تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان انت لو ما صليتش، تمام، مش هيحصل لك توازن هرموني في جسمك. طب الصلاه ازاي بتعمل توازن هرموني؟ الصلاه اول ما بتصلي بتخش تتوضا الاول، بتنوي للصلاه، تثبت نيتك للصلاه بانك انت بتتوضا. اول ما تتوضا تحقق سلام وهدوء. اصل الصلاه هو الخشوع. مجرد تيجي تدخل يحصل توازن كيميائي في جسمك وانت داخل تصلي. الصلاه 5 مرات في اليوم، فانت بتحقق توازن هرموني 5 مرات في يومك. طيب ده بعيدا عن الحركات اللي احنا بنعملها في الصلاه، انك تقوم وبتقعد وتوطي وتقف بايدك وترجع وبتاع، يعني انا بكلمك في حاجه تانية. وتشغيل العضلات ده بيعمل توازن هرموني. تمام. لعب الرياضه بيعمل توازن هرموني.
خلاص. طيب الصلاة بتحقق لك مبدأ مهم جدا، انا رايح اشكي همي لربنا، انا رايح اقعد مع ربنا شوية. انا عارف وانت عارف ان احنا بيجي علينا ايام ما بنصليش والصلاة بتبقى تقيلة علينا، ولو اهالينا قالوا لنا صلي بنقعد نقول لهم احنا ايه، سيبونا احنا كفرة، سيبونا نعمل اللي احنا عايزين. انا فاهم ده كويس، بس انت معذور وانا معذور، ما كناش نعرف، ما كانتش الحياه لسه داست علينا عشان نعرف قيمه ربنا وقيمه الصلاه. ولكن لما بنلف في الدنيا وكل الناس اللي حوالينا بتتغير وبيجي مكانهم، وفجاه نبقى لوحدنا ونبقى عايزين حد يحس بينا، ما بنلاقيش حد. فنبدا نبص نلاقي ربنا عز وجل كان موجود من البدايه وصابر علينا ومستنينا نرجع له. ففي ناس وصلت لمرحله ان مش ان هي الصلاه بتاذن فيقوم يصلي ولا ما يصليش، ده هو بيصلي الفرض وبيدانه قاعد يقول هو الفرض اللي جاي امتى؟ ده هو مستني يقابل ربنا. ليه بقى؟ لانه لما يقابل ربنا هيشكي له همه، هيشيل اللي جواه. يا رب انا شفت كذا، يا رب ابعد عني كذا وكذا، يا رب رميت حملي عليك. طب انا لما ارمي حمولي على ربنا واتكل على الله، والتوكل على الله هو ده المفتاح اللي بتكلم فيه دلوقتي. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انك بتبدا تخرج الافكار اللي مضايقاك من مخك وتسيبها بين ايدين ربنا اللي خلقك، فتبدا تفصل مخك وتحميه من حاجه اسمها الدايره المقفوله في التفكير، انك مش هتفكر كتير في حاجه ملهاش حل، حلها عند ربنا وانا هسعى، تمام، وربنا هيعيني. فيبدا ساعتها يحصل توازن كيميائي. ليه؟ لاني طول ما انا بفكر ومعتمد على نفسي في حاجه ملهاش حل ببدا الخبط كهربة مخي والخبط كيمياء مخي واستنزفها، فيحصل فروقات، فيحصل عدم توازن وامبالانس، فابدا اصاب بالدبريشن والاحباط والاكتئاب، واخش في دوامه مش هخرج منها ابدا. لاني عشان اخرج منها محتاج افكر في حل ليها، والدوامه دي كان سببها في البدايه اصلا تفكير. فازاي هخرج من دوامه هي حصلت بسبب التفكير وهخرج منها بالتفكير؟ فهتلاقي دايما المكتئب ده بيبدا يبعد 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 يبعد، تمام، وبتلاقيه فاكر ان هو يقدر يلاقي حل، بس مش هيلاقي حل، مش هيلاقي حل لانه مشكلته في مخه اصلا، تمام. اذا فاللي هيبعد عن ربنا هو خضع لبرنامج التدمير الذاتي اللي انشئ فيه، تمام. عشان كده ربنا عز وجل يعني قال انه اللي هيبعد عنه، قال في القران كذا حاجه ليها علاقه بان البعد عن ربنا. يعني ربنا قال هيبقى ليه معيشه ضنكا، تمام. طيب ربنا قال ايه تاني في القران؟ قال هنجعل همه في نفسه. انا مش عايز اجيب النصوص، انا بقول لكم المعاني، تمام. ربنا هيسلط عليه نفسه وهيخليه همه جوه نفسه، هيلف في دوائر ومش هياخد منها غير اللي ربنا كاتبه له برضه، تمام. لو فتحت القران وقريت هتلاقي مليون حاجه للشخص اللي بيبعد عن ربنا، تمام. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا بعيدا عن ده كله. القرب من ربنا زي ما هو يعني هيفيدك، فهو حاجه ضروريه دلوقتي انت لازم تعملها، يا اما هتخضع لبرنامج التدمير الذاتي، تمام. انت مش هتقدر، انت مش قوي، انت ضعيف، واحنا كلنا ضعاف، واحنا كلنا قليلين قوي في الدنيا دي، تمام. علميا العلم بيقول كده، العلم بيقول ان الهرمونات لما بتبوظ والتفكير لما بيكتر بيحصل خلل في التوازن الكيميائي بتاع المخ، في الكيمياء اللي رايحه وجايه في المخ بيحصل الاكتئاب والدنيا بتبوظ. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، بس عايز اقول لكم نهايه الكلام ده كله، والفيديو ده معمول عشان اعرفك انك بدون ربنا انت تايه ومش هتشوف الحقيقه الا لما ترجع له.